احفظوا هالفيديو عندكم. شهر رمضان صار على الابواب، والشوربه شي كتير اساسي على كل سفره رمضانيه، وخصوصا هالسنه رمضان جاي بفصل الشتاء. انا التيتا سوسو، واليوم بدي اعملكم ب7 دقايق 3 شوربات مختلفين ومميزين، واكيد حتحبوهم للشهر الفضيل. هيدا عدا عن فوائدهم الكتيره. وبسم الله يلا نبلش. بالبداية حنعمل شوربة سبانغ، لهيك جهزت جزر وبصل وزنجبيل وسبانغ وسفين دجاج مقطعتها مكعبات صغيرة، ومبهرتهم بالبابريكا والفلفل الأسود وبهار الدجاج ومعلقتين خل. وبالطنجرة بنزل زبدة وزيت زيتون. وأول شي بدي أقلي البصل حتى يذبح، وبنزل عليهم الدجاج المتبل وبحركهم حتى ياخدوا لون. وبضيف الجزر وبحركهم مع بعض، وبغطيهم حتى يستوي الجزر. وهلأ بدي ابرش عليهم 2 توم وشوية زنجبيل. وبدي زيد معلقة ملح ومعلقة فلفل اسود و7 بهارات وكزبرة يابسة ومعلقة كبيرة ونص مرقة دجاج. وصار وقت ننزل السبانغ المكون الأساسي. وبآخر الفيديو حنعمل التقلية يلي بتعطي هالشوربة طعم غير شكل. وبس تقلد كل المكونات مع بعض واخذت كل النكهات بدي اغمرهم بالمي. وانا حاستبدل الكريمه بهالخلطه، وبنصحكم تعملوا مثلي كتير حتطلع طيبه. معلقتين لبن على معلقتين طحين، بفقش فوق منهم بيضه، بخفقهم مع بعض كتير منيح حتى ما يبقى تكتلات. وهلأ برخيهم بمية الشوربة نفسها. وبرجع بضيفهم فوق الشوربة وبحركهم حتى يرجعوا يغلوا، وبتركهم يتسبكوا مع بعض شي 5 دقايق. وتاني شوربة عنا هي شوربة الخضرة، لهيك جهزت جزر وتوم اخضر وشعيريه وبروكولي وكراد مع توم وبطاطا وبصل وكوسه. وبالنسبه لهالشوربه فيكم تضيفوا او تنقصوا يلي بدكم اياه. وبالطنجره بنزل زيت زيتون ومعلقه زبده، وببلش بنزل المكونات ورا بعضها. اول شي الكراد مع التوم والبصل والثوم الاخضر والملح حسب الرغبة. وهون نزلنا الجزر بلا ما ننتبه. وهلأ بضيف البطاطا والكوسة، واجا وقت نبهرهم بمعلقة فلفل اسود و7 بهارات وبابريكا وكزبرة يابسة ومعلقتين كبار من مرقة الدجاج. اخر شي بنزل عليهم البروكولي لانه ما بياخد وقت حتى يستوي، وبحركهم شوي وبغطيهم حتى يدبلوا مع بعض. بس دبلوا مع بعض بنزل الشعيرية وبحركهم
وبغمرهم بالمي وبتركهم يغلوا على مهلهم. وبكل بساطة شوربتنا صارت جاهزة. واخر شوربة عنا وابسط شوربة هي شوربة البصل بثلاث مكونات بس، البصل والبطاطا والكراد. وبالطنجرة بنزل زيت الزيتون ومعلقة زبدة. واول شي بنزل البصل وبملحهم وبقليهم حتى يدبلوا كتير منيح. وبس تكرملوا واخدوا لون بنزل الكراد وببرش فوقهم شوية زنجبيل. وبنزل عليهم البطاطا واجا وقت نبهرهم بمعلقة كركم وفلفل اسود وسبع بهارات وبغمرهم بالمي. وبزيد مكعب من مرقة الدجاج وبغطيهم وبتركهم حتى يغلوا منيح وتستوي عنا البطاطا. وهلا بدي اضربهم بالهاند بلندر حتى ينفرموا تماما. وهالشوربة بتنعمل بالكريمة، بس بلا كريمة طلعت كمان كتير طيبة. خلينا ندوق. عن جد كتير طيبة. وما نسينا تقلية شوربة سبانخ، معلقة زبدة ومعلقة بابريكا ومعلقة كركم وبس. وهيك شورباتنا الثلاثة صاروا جاهزين للسكب. إذا بعدكم معنا بالفيديو لازم تحطوا لنا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا بالتعليقات شو رأيكم بهالفيديو وهالوصفات وأي شوربة بتفضلوها أكتر. إذا بتحبوا وصفة معينة كمان اكتبوا لنا حتى نعمل عنها فيديو ونشاركه مع بعض. وشكرا من القلب.